والله العظيم يا بنات الموقف ده حصل معايا والحمد لله يوم ما ربنا ستر كان هيحصل زي ما بيقول لك ايه بلاوي وكوارث. انا ساكنه في الدور التاسع وعندي سجاده الطرقه طويله جدا منشراها في البلكونه ماشي. وفجاه ابص ما الاقيش السجاده. تتخيلوا اتهبلت. المشكله مش في كده، مش مشكله ان السجاده تضيع يحصل لها اي حاجه، مش مشكله، المشكله ان احنا تحتنا طريق عربيات رايحه جاي، الطريق رايح جاي. تتخيلوا السجاده الطويلة ديّة طارت فوق عربية، فوق إزازها، يعني يوم ما ربنا ستر ووقّف الراجل والدنيا بقت تمام، كانت كل العربيات هتتدربك في بعضها من غير يعني هي أنا ما خدتش بالي، أنا بابُص ما لقيتهاش، أدوّر على السجادة بالصدفة ألاقيها فوق عربية والدنيا فاهمين الشارع واقف بقى والدنيا بايظة، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربنا بيحبنا وبيحب اللي كان سايق العربية وبيحب اللي كانوا ماشيين في الشارع ساعتها، لإن فعلًا الموقف ده كان هيعمل يعني إيه، أنتم متخيلين هي طايرة من الدور التاسع، أولًا خضّت الراجل اللي اتخضّ اللي كان سايق العربية إن كان راجل أو كان ست، تتخيلوا أمّا يبصوا يلاقوا حاجة طايرة فوق ومن فوق عالي خالص واقعة فوق العربية اللي هو فيها، زمانه دمه نشف يا حرام، غير طارت فوق العربية زمانه اتلخبط والحمد لله ربنا ستر إن ما حصلش حاجة وعدِّت على خير، والله العظيم في مواقف بتحصل لنا كده، مواقف بتبقى ما نبقاش قاصدين فيها أو بتبقى غريبة، بتبقى ما إحناش متخيلينها، يعني بتحصل والحمد لله، الحمد لله ربنا بيحبنا وبيسترها مع الغلابة، ربنا على طول جنب الغلابة والله، ربنا ده ما فيش زيه، حنون وعطوف وبيسترها معانا، بس إحنا نراعي ربنا في مَنّا وحَنّا وكل اللي بنعمله في تصرفاتنا والدنيا كلها هتبقى تمام، مشّي بالخير هتلاقي أحسن حاجة قدّامك وهتلاقي ربنا واقف جنبك، يعني أنت مشّي بضمير صافي كده واشتغل بضمير صافي من قلبك، هتلاقي كل حاجة بقت حلوة وكل حاجة بقت تمام، واللهم صل على النبي، كل حاجة تبقى حلوة يعني. يا رب قناتي تعجبكم والمواقف بتاعتي تعجبكم وتقولوا لي رأيكم، مستنية رأيكم في المواقف، قولوا لي إيه رأيكم، مواقف حلوة والّا مواقف عادية تستاهل إن إحنا نفضفض بيها والّا ما تستاهلش، وابعتوا لي مواقفكم عشان نقولها ونتكلم ونفضفض ونقول اللي في قلوبنا، ونقول مواقف تضحّك ومواقف صعبة وكل المواقف نتكلم